طب ما هو اللي يسري على الستات يسري على الرجاله، لا للاسف اللي مش بيسري على الستات يسري على الرجاله. دايما الستات بتبقى من النوع المستضعف. لان الست في مصر لو مسيحيه وهنفترض ان مادام هي مسيحيه، القانون المصري او الدوله المصريه اعتبرتها ان هي بنسبه 99.9% ارثوذكس. مش عارفه ليه، مع ان في طوائف كتيره جدا يعني في المسيحيه، بس هم ادوا قرار الستات المسيحيين مسكوا رقبتهم للكهنه الارثوذكس. يعني حقيقة أو لا، واللي هيقول لأ يبقى أنت إنسان منافق، أنت إنسانة منافقة بتكدبي على نفسك، حياتك مستقرة ومش فارق معاكي الناس التانيين خالص. ماشي، أنت ما بتبصيش غير لنفسك بس، لنفسك ولسمعتك ولأسرتك وللقوانين اللي بتخدم مصلحتك الشخصية. فأنت مصلحتك ماشية مع مصلحتهم، فعشان كده أنت موافقة على القوانين بتاعتهم. لا، هي بتخدم الرجالة وبتخدم الدولة وبتخدم الحكومة، لكن ما بتخدمش الست المسيحية المصرية. من الاخر كده. ليه؟ لان الراجل ممكن يروح يتجوز عليها جواز عرفي. هتقولوا ايه ده، المسيحيه فيها جواز عرفي؟ لا، ما فيهاش جواز عرفي، بس في رجاله مسيحيين كتير بيروحوا لما تبقى حياته ميزرابل مع واحده، بيروح يتجوز واحده عند محامي عرفي، بيتجوز واحده تانية وعياله بيقدر يسجلهم في السجل المدني، ويقدروا ان هم في شهر عقاري لو ليهم املاك يقدر يكتبهم باسمهم بعد كده وبيورثوا فيه، لان هم بيعتبروا عياله. لان القانون في مصر بيسمح للزوج ان يتجوز اكتر من واحده حتى لو كان مسيحي. مفيش قانون في مصر، واتحداكم حد